جوزي نايم في الأوضة التانية وأنا في حضن صاحبه. إزاي وصلت للوضع ده؟ وإزاي بخونه دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في القصة النهاردة. أنا عندي 35 سنة، اتجوزت وأنا عندي 24 سنة بعد خطوبة قعدت حوالي سنة كاملة. جوزي حسن كان شاب عادي، ملهوش في التدخين ولا حتى ليه في قعدة القهاوي، وكان شغال موظف في شركة خاصة ودخله الحمد لله كويس ومستقل، وأهله ناس محترمين جدا. وجوازتي كانت عادي جدا، ما كانش فيه أي قصة حب، لأن كانت معرفتي بيه كانت عن طريق بابا، وهو يبقى ابن صاحب بابا في الشغل. كان مجرد جواز عادي. قلت وقتها أهي جوازة والسلام، خصوصا إن اللي كنت بحبه يعني للأسف بابا رفضه. وأهلي كانوا شايفين يعني إن حسن ده عريس لقطة، شاب محترم وعنده وظيفة كويسة وابن ناس ومتدين، وكان بيظهر قدامهم الراجل اللي أي بنت بتتمناه. وخصوصا إنه كان دايما يعني في فترة الخطوبة لما كان بيجي يزورنا كان بيجيب لينا حاجات كتير، وكان باين عليه الكرم جدا. وبصراحة كنت متربية على فكرة إن الراجل أهم حاجة فيه يكون كريم ومحترم وبيخاف ربنا، وإن الحب ده هيجي بعد الجواز، وإن الست الشاطرة هي اللي تقدر تكسب قلب جوزها مع الوقت. حسن بطبعه كان هادي جدا، يعني مش من النوع الرومانسي اللي يعرف يقول كلام حلو ولا حتى يكتب ليا رسالة حب. بس كنت فاكرة إن دي كلها يعني حاجات بسيطة، وإني أنا هعرف أتعايش معاه. كنت دايما بقول لنفسي إن الحب مش كلام، الحب أفعال، وإن هو راجل محترم وهيبقى راجل البيت، وده اللي يهمني. وبالفعل اتجوزنا وسبت بيت أهلي وبدأت حياتي الجديدة في شقة صغيرة. وفي فترة الجواز الأولى كانت هادية جدا، يمكن إن دي أكتر فترة هادية ما فيهاش أي لحظات رومانسية. وبصراحة كنت متضايقة جدا من الوضع ده. ومع الوقت بدأت أحس إن في حاجة ناقصة. الحياة ماشية زي ما هي، والأيام بتعدي بنفس الروتين، نفس الإهمال ونفس الوحدة اللي أنا كنت حساها وأنا عايشة أنا وحسن تحت سقف واحد. كنت خلاص بقى استسلمت للأمر الواقع، وقلت لنفسي إن هو ده خلاص نصيبي وكده، ولازم إن أنا أرضى بيه. لحد لما حصلت المصيبة الكبيرة. كان يوم التلات. أنا فاكرة اليوم ده كويس قوي، لأنه كان أصعب يوم مر عليا في حياتي. وحسن كان راجع من الشغل زي كل يوم، بس المرة دي مرجعش اتأخر عن الميعاد، والموبايل بتاعه اتصلت بيه اداني مقفول. حاولت أتصل بيه كتير قوي لكن للأسف مفيش فايدة. التليفون فضل مقفول زي ما هو، وبدأت إن أنا أقلق عليه، وأنا أصلا يعني مش متعودة إن أنا أقلق عليه خالص. وده زاد خوفي إن الوقت اتأخر جدا، الدنيا ليلت ولسه مفيش أي خبر عنه. قلت أكيد يعني خرج ولا حاجة، والتليفون فصل منه. وبعد حوالي ساعة كده لقيت تليفوني بيرن، ببص لقيته رقم غريب، فقلت ألو، مين معايا؟ قال لي انتي مرات الأستاذ حسن؟ قلت له آه. حضرتك مين؟ قال لي جوزك عمل حادثة وهو دلوقتي في المستشفى. أنا أول ما سمعت كده الدنيا اسودت في وشي، وحسيت إن روحي بتتسحب مني. الحروف كانت بتطلع مني بالعافية، مش قادرة أتكلم. قلت له طب هو كويس ولا إيه اللي حصل؟ طمني. لكن اللي كان بيكلمني قال لي بس تعالي بس المستشفى بسرعة، واداني العنوان بتاع المستشفى. وقفلت معاه ولبست بسرعة وأخدت تاكسي للمستشفى، ودموعي كانت عمالة بتنزل لوحدها. كنت خايفة إن أنا ألاقيها على سرير العمليات أو في غيبوبة. دخلت المستشفى وجريت ناحية الاستقبال، وأنا عمالة ببص وبدور هو فين حسن، فين جوزي، راح فين. الممرضة شاورت ليا على أوضة كده في آخر الطرقة. جريت عليها وأنا مش قادرة أستوعب أي حاجة، لحد لما فتحت الباب. وهنا كانت الصدمة. حسن كان نايم على السرير، ووشه كله كدمات، وجسمه كان مليان جروح. بس الصدمة الأكبر كانت رجليه. رجله كانت كلها متجبسة، والدكتور كان واقف جنبه. أول لما بصيت ليه قال لي هو أنتي مراته؟ قلت له آه. قال لي طيب أستأذنك بس نخرج برا نتكلم. أول لما خرجنا برا قلت له اتفضل يا دكتور، طيب قول لي طمني هو كويس ولا لأ؟ قال لي بصي بصراحة الحادثة كانت خطيرة جدا، والعربية خبطته جامد قوي، وهو دلوقتي عنده كسر مضاعف في رجليه، بالإضافة لضرر في العمود الفقري، وده للأسف هيأثر على الحركة بتاعته جدا.
قلتله هيأثر على الحركة بتاعته إزاي؟ مش فاهمة يعني. قال لي جوزك مش هيقدر يمشي زي الأول، وحتى يعني لو اتحسن هيحتاج فترة طويلة جدا في العلاج الطبيعي، وفي احتمال إن هو يعني ما يقدرش يرجع لطبيعته تاني. أول ما قال لي كده أنا حسيت إن رجلي بتترعش والدنيا بقت ضلمة كده قدامي. حسن خرج من المستشفى بعد أسابيع، لكن رجع راجل جسمه بقى ضعيف جدا، مش قادر يتحرك وبيعتمد عليا في كل حاجة، وبقى شخص مختلف تماما عن اللي كنت أعرفه. بقيت أنا اللي بعمل كل حاجة، بساعده يدخل الحمام، بلبسه هدوم، يعني بأكله بإيدي وبشيله لما بيقع. بقيت الممرضة بتاعته أكتر من إني أنا أكون مراته. مع حالته الصحية بقى اللي عمالة بتدهور دي بقى عصبي جدا، وبقى بيزعق ليا طول الوقت. كان بيحس بالإهانة لما باجي أساعده، بس في نفس الوقت ما يقدرش يستغنى عني. أنا ست وعندي مشاعر، عندي احتياجات كتيرة، عايزة أحس إن أنا أنثى، ومحدش ولا شايف ولا سامع ولا حتى حاسس بيا. كنت حاسة إن أنا ميتة بالحياة، متجمدة. الوحدة كانت بتاكل مني من جوه، والروتين بتاع كل يوم ده كان بيدمرني، لحد لما ظهر صاحبه هشام. مين هشام؟ وإزاي بدأت كل حاجة؟ هشام كان صاحب حسن من سنين طويلة جدا، وزميله كمان في الشغل، أقرب حد ليه. يعني كان دايما بيجي يزورنا. في الأول كنت بشوفه إنسان محترم وبني آدم كويس جدا، يعني جاي يطمن على صاحبه ويقف جنبه في محنته. كان شكله حلو قوي، ودايما مهتم بنفسه، ولسانه حلو قوي، وبيعرف يقول كلام يريح أي واحدة. في الأول كان كلامه عادي، مجرد مجاملات بسيطة. كان بيقعد يقول ليا انتي ست عظيمة قوي، انتي شايلة مسؤولية كبيرة، مش أي واحدة تعمل اللي انتي بتعمليه ده، وإن حسن يعني محظوظ بيكي قوي، وأي راجل في مكانه كان يتمنى واحدة زيك. الكلام ده عادي يعني ما فيهوش أي حاجة، لكن مع مرور الوقت بقيت بستنى كلامه ده. بقيت بحس إن الشخص الوحيد اللي شايف تعبي، والوحيد اللي مقدر المجهود اللي ببذله، والوحيد اللي بيهتم بيا. وفي يوم كان حسن نايم، وهشام اللي كان قاعد معايا في الصالة، والجو كان هادي جدا، مفيش غير صوت التلفزيون اللي شغال، ومحدش بيبصلي عليا أصلا. فأنا كنت فرحانة إن هو قاعد معايا، وضحكت من فرحتي إن هو قاعد معايا. لقيته بيقولي انتي بتضحكي؟ استغربت السؤال وقلت له آه طبعا أضحك ليه؟ إيه السؤال ده؟ هز راسه كده وقال لي لا بجد، انتي بتضحكي من قلبك؟ انتي آخر مرة ضحكتي كانت إمتى؟ أول لما قال لي كده حسيت بحاجة غريبة قوي، حسيت إني أنا فعلا كنت ناسية الضحك والفرحة. رديت عليه وقلت له والله ما أعرف، الحياة بقت روتين ومحدش عنده وقت يعني للضحك. راح بص ليا كده في عينيا كتير قوي وقال لي خسارة الضحكة اللي قالك قوي. حسيت إن جسمي كله اتكهرب أول لما قال لي كده. إيه اللي بيحصل؟ وليه قلبي دق كده؟ ليه أثر فيا الكلام ده بالطريقة دي؟ معرفش، وبقيت متوترة جدا وأنا قاعدة معاه. وبعدها بشوية حسن كان صحي ونده عليا علشان يعني عاوز يشرب مية، وراح هشام قايم ومشي. ومن بعد اليوم ده كل حاجة اتغيرت. هشام ما بقاش مجرد صاحب جوزي اللي بيجي يزورنا، هشام بقى حد مهم في حياتي. بقيت مستنية أشوفه، حد بقيت أحب أتكلم معاه، حد بحس إن هو فهمني أكتر من أي حد تاني. بقيت مستنية إن هو يجي يزورني على نار، وبقيت يعني أهتم بلبسي أكتر، وأهتم بشكلي أكتر وأكتر، كأني يعني بقيت واحدة تانية خالص. لو حسن نام بدري هشام بيفضل قاعد معايا شوية، نقوم نتكلم ونضحك ونحكي، بس طبعا بصوت مش مسموع، علشان يعني حسن ما يصحاش من النوم وما يحسش بأي حاجة من الكلام ده. هشام كان زي المية اللي بتروي عطش الوحدة اللي أنا كنت حساها. بقيت أبعت له رسائل على الواتساب كل يوم واطمن عليه. ومرة قال لي يعني أنا بقيت أحب أكلمك، وبقيت بحس معاكي براحة غريبة جدا. وكان وقتها بقاله أسبوع مجاش، وسألته ساعتها هتجولنا إمتى؟ قال لي احتمال أجيلكم بكرة. هشام جه تاني يوم، وكان حسن في اليوم ده تعبان جدا. هشام فضل قاعد كده معاه لحد لما نام، وبعد ما نام كان قاعد قدامه، وأنا كمان كنت قاعدة جنبه. أول لما حسن نام وغمض عينه أنا جيت علشان أقوم، لقيت هشام لمس إيدي لمسة صغيرة. حسيت إني اتهزيت وقلبي فضل يدق جامد. بصيت في عينيه وابتسمت له
ولقيته بيبص ليا بنفس النظرة اللي أنا كنت مفتقداها، النظرة اللي بتقول إن أنتِ واحدة جميلة أوي وإني أنا عاوزِك. وبعدها حصل اللي ما كنتش أتخيل إن هو يحصل. بعد اليوم اللي هشام لمس فيه إيدي حسيت إن حياتي ما بقتش زي الأول خالص. كنت بروح أنام جنب حسن بس مخي مشغول بحاجة تانية، مشغول بكلام هشام وبنظراته وبلمسته وبالإحساس اللي رجعلي كل حاجة كنت فاكرة إني افتقدتها للأبد. كنت بحاول أقنع نفسي إن اللي حصل ده مجرد لحظة ضعف وإنها يعني مش هتتكرر تاني، لكن الحقيقة أنا كنت بستناها تتكرر تاني. كنت بشوف هشام ده ضيف جاي يزور جوزي، لكن بعد اللي حصل بقيت بستناه وبقيت بحس إن اليوم اللي ما يجيش فيه ملوش أي لازمة. بقيت بقف قدام المراية قبل ما يجي كتير قوي، وبقيت أحط ميك اب، بقيت أغير في هدومي وكأن بنت بتجهز نفسها علشان تخرج مع حبيبها. بقيت أول ما بسمع جرس الباب قلبي بيدق جامد قوي، وكأني مستنية لحظة كنت بحلم بيها. أنا عارفة إن أنا كنت ماشية في طريق غلط، بس كنت خلاص مش قادرة أرجع. في يوم بعد ما هشام مشي وأنا قاعدة في السرير جنب جوزي اللي نايم ومش حاسس بأي حاجة، لقيت موبايلي رن. جات لي رسالة على الواتس من حساب منه، وبعت ليا فيها: سهرتي النهاردة كانت أحلى من أي يوم، نفسي دلوقتي أبقى طول الليل معاكي. حسيت بجسمي بيترعش من كلامه، وهنا كانت أول خطوة في خطوات الضياع. نظرات، كلام حلو، لمسات وشوق وحب بيكبر جوه كل واحد فينا. وأنا مش طايقة الوضع اللي أنا فيه مع جوزي، مش طايقة إن أنا أعيش كأني ميتة، مش طايقة أحس إني محبوسة في بيت كله مرض وتعب ومعاناة. نمت جنب جوزي وأنا بعيط، مش قادرة أفهم ليه أنا حاسة بكده. وفي اليوم اللي بعده هشام كلمني وقال لي: أنا جاي علشان هشوف جوزك صاحبي، بس بصراحة نفسي أشوفك أنتي أكتر. قلت له: طيب ما تتأخرش، هستناك. أنا اللي قلت له هستناك، وأنا اللي فتحت له الباب بإيدي. كلمني وهو جاي في الطريق، وقلت له: ما ترنش الجرس بتاع باب الشقة، ابقى اتصل بيا وانت واقف قدام الباب وأنا هفتح لك أول لما توصل. كلمني، وفعلا أول لما وصل رن عليا. رحت فتحت باب الشقة. حسن ما كانش سامع إني أنا فتحت الباب، لأن باب الشقة بعيد عن الأوضة بتاعت النوم، وهو كان ساعتها بيتفرج على الماتش ومركز فيه. هشام دخل وحسن في أوضته. قعدت مع هشام في الصالة، بس المرة دي كنت لابسة قميص والروب بتاعه كان شفاف شوية. كانت أول مرة هشام يشوفني باللبس ده، والأول مرة أحس إني أنا أنثى مش مجرد ممرضة. قعدت قدامه وقال لي: حلو قوي ده، وعلى فكرة وحشتيني قوي. وأنا كنت بصراحة مستنية الكلمة دي من زمان قوي. رديت عليه بصوت كده هادي وقلت له: وإنت كمان وحشتني قوي. وفجأة راح مقرب إيده من إيدي، وحسيت بإيدي بتلمس إيده، وبدأت ضربات قلبي بتزيد قوي، وبقيت مسلمة لكل حاجة بيعملها. وراح واقف وراح شاددني كده من إيدي، وقفني قدامه، وراح واخدني في حضن مش قادرة أوصف ليكوا كنت حاسة بإيه في الوقت ده. أنا اتمنيت أفضل عمري كله كده في حضنه. حبيت كل حاجة بيعملها معايا، حسيت إني برجع للحياة من تاني، وهو بيعمل كل حاجة وأنا واقفة مش قادرة أعمل أي حاجة من اللخبطة والسعادة اللي أنا كنت فيها. لحد لما دخلنا أوضة تانية بعيدة عن أوضة حسن، علشان يعني ما يسمعش أي حاجة، وحصل بيني أنا وهشام كل حاجة ممكن تتخيلوها. بعد اللي حصل قعدنا ساكتين شوية، مفيش حد فينا قادر يتكلم. كنت حاسة بحاجة غريبة، حاسة إني ارتحت ومبسوطة، وفي نفس الوقت حاسة بالذنب. أنا كنت حاسة أول مرة من سنين أكون مبسوطة وسعيدة قوي كده، لكن في نفس الوقت ضميري كان بيأنبني وما بقتش عارفة أعمل إيه. هشام نزل من عندي بعد اليوم ده، بعد ما خلصنا بقى بيجيلي كل فترة كده، والموضوع بقى عادي جدا، وأنا كمان اللي بقيت أستناه. جوزي صعبان عليا جدا، بس أنا هعمل إيه؟ نفسي حد يحط نفسه مكاني في الظروف دي ويقولي أتصرف إزاي. وياريت اللي كمل معايا القصة للنهاية يقولي أعمل إيه.